جايب لك النهارده طريقه كويسه جدا تقدر تعمل فيديوهات ريلز عن بناء الاهرامات، اللي هي الفيديوهات اللي بدات تظهر الفتره الاخيره. ناس كتيره بقت تنزلها، وفي ناس كتيره عاملين محتوى القناه بتاعتهم عن الفيديوهات دي بس. يعني في اكتر من قناه لقيتها منزله فيديوهات ريلز عن البناء الاهرامات دي، وفي مشاهدات كتيره قوي فوق ما تتخيل. زاد ان في ناس قدرت ان هي تكسب ارباح من خلال الموضوع ده. الطريقه ازاي يا صاحبي؟ وباختصار هقول لك دلوقتي، بس الاهم تصلي على النبي في الكومنتات وهتبدا تعمل زي اللي انا هوريه لك دلوقتي بالظبط. زي ما انت شايف كده انا بدات انزل الشات جي بي تي اللي هو اصلا عندي، لان الشات جي بي تي الصراحه انا بقيت اعتبره دراعي اليمين. يعني اي حاجه انا بحتاجها، حبيت اسال عن اي حاجه، بقدر ادخل واسال الشات جي بي تي على طول. فانا هبدا ادخل كده في برومبت او امر كده هنكتبه مع بعض. البرومبت ده انا سيبه لك في الكومنتات، البرومبت ده انا سيبه لك في الفيديو على اليوتيوب. لو انت بتشوف الفيديو ده في اي مكان تاني فالاحسن تدخل على القناه بتاعتي وتجيب الفيديو. هتلاقي في التعليقات زي ما انت شايف انا واخده طبعا كوبي، هبدا اعمل بيست كده. وطبعا زي ما انت شايف هنا كل اللي عليك بس هتبدا تختار هنا، تمسح الرقم ده وتكتب له الرقم اللي انت عاوزه، كم امر انت عاوزه. يعني هنا ممكن تكتب 2 3 10 زي ما انت عاوز. يبدا يجيب لك كده كذا برومبت تبدا تاخده، او كذا امر تبدا تاخده تروح تعمل بيه صور. وهقول لك تعمل الصور ازاي. زي ما انت شايف هنبدا نكتب مثلا وليكن 8، وهبدا اعمل كده انتر. وزي ما انت شايف كده هيبدا يجيب لي طبعا كذا حاجه. ادي اهو 1 2، يعني هيبدا يجيب لك كده لحد ما يوصل لرقم 8 زي ما انت طلبت منه. طيب ايه الحاجات دي؟ الحاجات دي اللي انت هتقدر تاخدها وتروح تعمل بيها صور. طيب انا هعمل ايه دلوقتي؟ وليكن مثلا هناخد اول حاجه. انا عاوز اعمل كده، عاوز اخد اول حاجه كوبي. هبدا اعمل كده، ضغطت عليها ضغطه مطوله وبدا يجيب لي تحديد النص. فانا هبدا كده اختار اول حاجه بالشكل الاتي وهبدا اعمل نسخ. بعد كده هعمل ايه يا صاحبي؟ هبدا ارجع اروح طبعا ادخل على جوجل كروم، وهبدا اروح على الموقع ده. في اكتر من موقع تقدر تعمل منه انشاء صور زي كده، بس انا يعني الصراحه شايف ان الموقع ده كويس. وفي موقع تاني، يعني لو انت لقيت اي موقع تانية بتولد صور زي دي كده او بتعمل لك كرييت صور زي دي كده، مفيش مشكله. تمام، الموضوع هنا سهل جدا. ده اللي هيظهر لك طبعا اول ما تدخل على الموقع ده. زي ما انت شايف هنا بيقول لك جنريت فور فري. انا حبيت ادخل بدايه ما انت هتدخل على اللينك علشان ما تبقاش متلخبط. بدات اضغط على جنريت فور فري اللي هي للصور، وهاجي هنا ابدا ازود واعمل الوصف اللي انا اخدته بالشكل ده كده. تمام، في طبعا حاجات هنا ممكن تعدلها زي الحاجات دي. تمام، يعني مثلا هنا بيقول لك اختار الموديل، فاحنا اخترنا الموديل ده كده. وفي طبعا الصوره انت عاوزها مثلا، يعني السايز بتاع الصوره زي ما انت شايف ممكن نخليها مثلا 9 و16 دي. تمام، عاوز تعدل حاجه هنا. تمام ماشي، ادي هنا زي ما انت شايف بيقول لك انت عاوز صوره صورتين 3 4. طبعا 3 4 طالما جايب لك العلامه اللي هي بتاعت الجوهر دي اعرف ان هي كده بفلوس، فخليك مثلا في صورتين. وهنبدا نعمل كده جنريت. زي ما انت شايف هيبداوا يكريتوا معايا كده. لو جيت بصيت تحت دي صور اللي اكتب بيها فيديو. لو انت بصيت عندي هتلاقي في فيديو كده كنت عملته بالصور دي. تمام، وزي ما انت شايف بدا يكريت لي الصور وبجوده عاليه زي ما انت شايف كده. تمام، الصوره طبعا لو عاوز تحملها بتلاقي فيها اهو علامه الداونلود، بتبدا تضغط عليها كده. تمام، احنا كده حملنا الصوره. عاوز مثلا اروح اجيب اي برومبت تاني او اي امر تاني، وليكن مثلا ده كده، وهبدا اعمل كوبي. الموضوع سهل فوق ما تتخيل. تمام، وهبدا اجي هنا في هرجع كده ثواني. هبدا هنا اعمل بيست وهبدا اعمل انتر، وهيبدا برضو يجيب لي صورتين تانيين. بالمناسبه طبعا لو طلب منك تسجيل، يعني لو دخلت وطلب منك تسجيل، على ما اعتقد ما فيش تسجيل، ابدا اعمل عادي تعمل ساين بالجيميل بتاعك او بالايميل بتاعك. تمام، بعد كده ايه اللي بيحصل بقى؟ تبدا ترجع خالص تدخل على الموقع ده اللي هو انا مسميه كده تحريك الصور. طبعا الموقع ده انا هسيبها لك في الوصف، يعني كل اللي انت عاوزه هتلاقيه. زي ما قلت لك لو اي موقع من دول طلب منك تسجيل بتعمل ربط بس بالايميل بتاعك وبيبدا يفتح معاك. تمام، لو جينا ندخل هنا على ايمج تو فيديو هنبدا نختار بقى صوره من الصور اللي احنا عملناها زي ما انت شايف. وليكن مثلا هنختار اول صوره. زي ما انت شايف الصوره اول ما اترفعت معانا هنبدا نعمل كرييت. طيب لو جينا ننزل تحت، دي الحاجات اللي انا كنت عاملها قبل كده. تمام، زي ما انت شايف. وفي طبعا عاوز اقول لك على حاجه مهمه، زي ما قلت لك الناس بقى اللي شغاله والمحتوى ده بتاعها بيعملوا ايه؟ بيبداوا يعملوا ابجريد للموقع او الويب سايت اللي شغالين عليه. ليه؟ علشان طبعا يديهم يعني كواليتي اعلى. يعني لو بصيت هنا هتلاقي في الحاجات اللي بفلوس، في الكواليتي بتاعها طبعا بيوصل لحد 1080 وفي عندك 720. يعني لو انت هتنزل فيديوهات او ده هيكون المحتوى بتاعك، زي ما قلت لك الاحسن ان انت تعمل سبسكرايب في المواقع ده، هيفرق معاك. تمام، فطبعا علشان مجانا هيدي لك طبعا برضه حاجات يعني مش قد كده، بس هو بيدي لك التجربه، وانت لو حابب بقى تشترك بتشترك. فزي ما انت شايف في عندك كمان سمول، في ميديوم، في لارج. احنا مش هنعمل اي حاجه، كل اللي هنعمله هنعمل كرييت بس. تمام، وهيبدا طبعا يعني مش هياخد دقايق وهيكون الصوره خلصت معانا زي ما انت شايف اهي. الموضوع ما خدش ثواني. يعني لو جينا نضغط على الصوره كده زي ما انت شايف بدا هو يحرك لك الصوره بالشكل ده كده. طيب بتبدا انت تعمل ايه؟ تبدا بقى تحمل عادي كده.
ادي اهو، ده كده يعتبر صوره خلصت معانا. عاوزين نعمل واحده كمان، هنبدا ندخل هنا كده على ايمج تو فيديو، وهنبدا نختار صوره. هنمسح الصوره دي ونختار صوره ثانيه. الصوره دي مثلا صوره طبعا بعد ما اترفعت معانا هنبدا نضغط على كرييت، وزي ما انت شايف اقل من دقيقه هيكون الصوره بقت جاهزه معانا. لو جينا نضغط على الصوره بالشكل الاتي، زي ما انت شايف الصوره اهي اتحركت معانا. هنبدا نعمل بقى ايه؟ نبدا نحفظ الصوره دي. طبعا انت تقدر تدخل بقى تجرب وتجيب صور كتير وتعمل كل اللي انت عاوزه مع نفسك. انت كده كده فهمت البدايه ازاي. انت بقى عاوز تطور، عاوز تخلي الكواليتي بتاع الصور او الفيديوهات دي عاليه، زي ما قلت لك لو ده هيكون المحتوى بتاعك بتقدر تروح تشترك. طب احنا كده استخدمنا ايه؟ استخدمنا الحاجتين دول. احنا كده عملنا ايه؟ استخدمنا الشات جي بي تي، وطبعا النص زي ما قلت لك هتكون سايبه لك في الكومنتات. بدات تدخل تاخد برومبت او كذا امر تقدر تعمل بيهم صور من خلال الموقع ده، وده الموقع اللي بيحرك لك الصور. بعد كده ايه الخطوه الاخيره؟ الخطوه بقى الفينش، اللي هي بتدخل تعمل مونتاج، تجمع الفيديوهات اللي انت نزلتها وتبدا تركبها في اي بقى اي ابلكيشن معاك بتاع مونتاج. يعني انا مثلا معايا ايه الكاب كات، هبدا ادخل كده فيديوهين اللي انا حملتهم في، ممكن بقى تعدل براحتك. يعني انا مثلا دلوقتي عاوز اخليه بطيء شويه، تمام، السرعه اهي، وهبدا كده ابطئ الفيديو شويه وليكن اخليه عند 5، وابدا اعمل صح. واجي هنا نفس الكلام، ابدا اعدل كده وابدا اخليه عند ال5 برضو. وطبعا ممكن تضيف اكتر من صوره وتبقى عاملهم بالشكل ده، تمام. فالموضوع والله سهل جدا. هو ممكن بس الفيديو يكون طول شويه بسبب ان احنا دخلنا على كذا حاجه. يعني لو جينا كده نشتغل مع بعض، زي ما انت شايف كده الموضوع سهل فوق ما تتخيل. فده كان فيديو النهارده، ولو في حد عنده استفسار في اي حاجه سيب لي في التعليقات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.